اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. ما ينفعش يعدي رمضان من غير ما اعمل الوصفة دي. وصفة سهلة وسريعة وقيمة غذائية عالية، وكمان سهلة التشكيل، مش هتاخد معاكي وقت خالص، وحلوة للصغير وللكبير. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وندخل في وصفتنا على طول ونشوف الجمال ده هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة كده معايا 500 جرام من التمر الطري و200 جرام من التين المجفف. هبدأ اللي انا اشيل النوى من التمر واركنه على جنب. بعد كده هنجيب التين بتاعنا ونبدأ اللي احنا نقطعه لحتت صغيرة او قطع صغيرة. بعد كده هتجيبي طاسة وتحطي فيها معلقة سمنة وتسيبيها لحد ما تسيح كده معاكي وتسخن. بعد كده هتنزلي عليها بالتين المجفف، ولو مش متوفر عندك التين تقدري تستغني عنه، بس بيدي طعم حلو جدا للوصفة. هبدأ اللي انا اشوحه كده مع السمنة لحد ما يطرى معايا. بعد كده هنزل عليه بالتمر وهقلبه برضو معايا كده واسيبهم يتشوحوا مع بعض لحد ما يطروا معايا. بعد ما يطروا معايا ويوصلوا للمرحلة دي هتبدأي اللي انت تدفع عليه وتسيبيه لحد ما يبرد. بعد كده هتجيبي طاسة وتحطي فيها كوباية من جوز الهند الناعم وتبدأي اللي انت تحمصيها بدون اي اضافات لحد ما توصل للون الحلو ده. بعد كده هتحطيها في بولة تانية علشان الطاسة بتبقى سخنة جوز الهند ما تتحرقش معاكي. بعد كده معايا كوباية من الفول السوداني هحطها في الكبة وهبدأ اللي انا افرمها فرم ناعم بالشكل ده. في الوقت ده التين والبلح كان برد معايا. هبدأ اللي انا احطه على السوداني وهبدأ اللي انا افرمهم مع بعض كويس لحد كلهم ما يتفرموا مع بعض فرم ناعم، وهيوصلوا للمرحلة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. بعد كده هنزل عليهم بجوز الهند اللي احنا حمصناه مع بعض، وهقلبهم بقى مع بعض كويس لحد الخليط بتاعي ما يبقى حاجة واحدة. كده الوصفة بتاعتنا بقت جاهزة، ما بتاخدش معاكي وقت خالص في تحضيرها. نبدأ اللي احنا نشكلها. تشكيلها برضو سهل جدا، ما بياخدش وقت، يعني سهلة في تحضير المقادير واللي انت تخلطي المكونات مع بعضها وتشكليها، مفيش اسهل من كده. هتبدأي بقى اللي انت تعمليها كور صغيرة، وحاولي اللي انت تعملي الكور كلها قد بعضها علشان في التقديم تبقى شكلها حلو. ممكن تسيبيها كور كده زي ما هي، تعمليش فيها اي حاجة تانية. ممكن تعملي فيها فتحة زي ما انا ما عملت فيها فتحة كده، وهنشوف هنعمل ايه في الفتحة دي. هفضل بقى اعمل الكمية بتاعتي كلها لحد ما اخلصها. يا اما تعمليها كور وتسيبيها كور زي ما هي، يا اما تعملي فيها فتحة بعد ما تعمليها كورة. تمام، خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. تبدأي اللي انتي تغلفي الحلوى دي من بره بسمسم متحمص او جوز الهند ناعم. فاللي انتي حباه تقدري اللي انتي تغلفي بيها الحلوى بتاعتك. ممكن تغلفي بسمسم بس او جوز الهند بس، وممكن تسيبيها زي ما هي ما تغلفيهاش، بس طبعا السمسم بيديها قيمة غذائية عالية اكتر. خلصت بقى الكمية بتاعتي، عملت نص كده ونص كده. بعد كده الفتحات بقى اللي احنا عاملينها، انا مسيحه شوكولاته بيضه، هبدا اللي انا املى الفتحه بيها كده. وممكن تحطي شوكولاته غامقه، ممكن كمان تحطي فيها اي نوع مكسرات عندك، ممكن لوز، بندق، زبيب، سوداني، فالمتوفر عندك تقدري اللي انت تحطيه. وممكن تسيبيها مفتوحه زي ما هي كده، ما تحطيش فيها اي حاجه خالص. عملنا مع بعض احلى تحلية سهلة وسريعة، وما بتاخدش وقت خالص، مغذية جدا، حلوة للكبير والصغير. وكمان حلوة للأنيميا لأن كلها حديد وفيها كالسيوم كمان السمسم. يعني الوصفة بتاعتنا وصفة متكاملة. هتحتفظي بيها ازاي؟ هتحطيها في علبة، ممكن لو عندك ورق اللي هو بتاع الشوكولاتة تحطي برضو فيها كده كل قطعة، هتبقى حلوة جدا في التقديم. وحطيها في التلاجة وتطلعي منها اي وقت انت حباه طول شهر رمضان، هتبقى حلوة جدا. شايفين شكلها من قريب؟ حاجة كده بجد ما شاء الله عليها تبارك الله، مغذية وحلوة وسهلة وسريعة، ومش هتاخد معاكي وقت، هتعمليها في دقايق وانت واقفة كده.
عايزاكم بقى تجربوا الوصفة، هتعجبكم جدا. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة منكم.